خيانة باسم العروبة. سنة 1908 اتولى الشريف حسين بن علي ولاية مكة تحت الحكم العثماني، وفي الوقت ده كان الأشراف اللي من نسل النبي ليهم مكانة خاصة في قلوب المسلمين. لكن حسين كان عنده طموح كبير، وهو انه يبقى ملك للعرب ومش مجرد تابع للدولة العثمانية. في البداية كان الشريف حسين مخلص للدولة العثمانية، وحارب كل المتمردين اللي ظهروا في اليمن ونجد وجازان، وبقى ليه كلمة عند السلطان عبد الحميد الثاني، وبقى بيشاوروا في بعض المسائل. لكن في سنة 1909 اتمكن حزب الاتحاد والترقي من خلع السلطان عبد الحميد الثاني، وتعين مكانه أخوه محمد رشاد، واللي كان مغلوب على أمره على الآخر. وبكده بقى حزب الاتحاد والترقي هو اللي مسيطر على كل مفاصل الدولة، وبدأوا يعلنوا إن الدولة تركية مش عثمانية. ولما بدأوا في التدخل في شؤون إمارة مكة، بدأ الشريف حسين إنه يتصدى ليهم، وبدأت العلاقة بينهم تتوتر. وفي أغسطس سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى، وعرف الشريف حسين وقتها إن الدولة العثمانية عايزة تدخل الحرب في صف ألمانيا، فبعت رسالة لحكومة الاتحاد والترقي وحذرهم من محاربة الحلفاء، لأن الحلفاء محاوطين الدولة العثمانية من كل اتجاه، وإن ألمانيا داخلة الحرب دي علشان مصلحتها هي، ومش هتهتم بأي حليف تاني، وإن ألمانيا هتخسر الحرب دي كده كده. لكن الاتحاد والترقي رد وقال إن ده رأيك لوحدك ولا يعبر بالضرورة عن الرأي العام في البلاد، وطلب منه انه ما يتدخلش في الامر ده ويعلن الجهاد، وكونه من الاشراف هيكون ليه تأثير كبير على المسلمين في كل مكان في العالم الاسلامي. لكن الشريف حسين رفض الاستجابة، فبدأت كل قيادات الدولة العثمانية تلح على الشريف حسين. لكن الشريف حسين اتجاهل الرسائل بتاعتهم. ووصلت أخبار التمرد ده لإنجلترا، وعرفت إن الشريف حسين مش راضي عن دخول الدولة العثمانية الحرب دي، فقرر الإنجليز إنهم يستغلوا الموقف، وشافوا ضرورة التفاوض مع الشريف حسين واستغلال التوتر اللي حاصل ما بينهم. وبدأت تحصل مراسلات عرفت تاريخيا باسم مراسلات الحسين مكمهون، واللي يبقى المندوب السامي البريطاني في القاهرة. ومكمهون وعد الشريف حسين بدولة مستقلة لو ساعدهم في الحرب، ووافق الشريف حسين على دعم بريطانيا. وفي سنة 1916 وقف الشريف حسين في بلكونة قصره وضرب طلقة من بندقيته، وأعلن قيام الثورة العربية على الحكم العثماني، وبعت قواته بقيادة أولاده الثلاثة يسيطروا على الحجاز والعقبة والشام. في الوقت ده كانت الحرب العالمية شغالة، والعثمانيين كانوا متقدمين على الحلفاء، لكن إعلان الثورة خلى العثمانيين يتشتتوا، لأن الحرب بقت على جبهتين، وده اللي خلى القوات العثمانية تنسحب قدام الحلفاء علشان يواجهوا الثورة. وبعد ما انتهت الحرب وخسرت الدولة العثمانية، الإنجليز خدعوا الشريف حسين وعملوا اتفاقية سايكس بيكو بينهم وبين فرنسا علشان يقسموا ما بينهم تركة الدولة العثمانية. وكانت التقسيمة إن بريطانيا تاخد العراق وفلسطين، وفرنسا تاخد سوريا ولبنان. وخرج الشريف حسين من المولد بلا حمص، واتكتب في التاريخ كخاين للمسلمين، لأنه مش بس